ويا صباح الخير، يسعد لي صباحكم. والله إني اشتقت لكم واشتقت للوصفات واشتقت للفيديوهات. إن شاء الله رجعنا بعد هالانقطاع مع فيديو جديد. كتير انطلب مني وكتير سألتوني عن تفاصيله، اللي هو شرحات اللحمة مع صوص الفطر. اليوم رح نعرف كل أسرار هي الأكلة، لحتى ما تطول معكم بالطبخ، لحتى ما تشد معكم اللحمة، لحتى ما تعلق معكم اللحمة. هي أكتر الأسئلة لأني اللي وصلتني، إنه ليش بتشد، ليش بتعلق، ليش ما بتستوي، ليش ما بتكون كتير طرية. المهم اليوم رح نشوف الفيديو بالتفصيل. لا تنسوا تدعموا الفيديو بلايك وكومنت حلو مثلكم، كتبوا لي أسئلتكم تحت الفيديو لحتى أقدر أشوفها وجاوب عليها. وتعالوا سوا نحضر أطيب أكلة مع بعض ونشوف الطريقة بالتفصيل. ويا مرحبا، اليوم مع وصفة بعد طول غياب بنرجع إن شاء الله لوصفاتنا. اليوم رح نعمل أكلة كتير طيبة وظريفة وأنتم كتير طلبتوها مني. إن شاء الله رح نعملها بطريقة كتير مبسطة وبتطلع معكم اللحمة مستوية وعما تدوب. شرحات اللحمة مع صوص الفطر، وكمان رح نحط لهم شوية حامض وثوم فبيعطينا الطعمة الرائعة. هدول حوالي بين الكيلو للكيلو 200 شرحات لحمة، يعني بدنا اياهم تقريبا بهي السماكة. ولسه هلا رح ندقهم. هدول شرحات بقر، من البقر. الغنم كمان عم تطلع ظريفة، بس أنا العجل عم حسهم مو كتير ظراف صراحة. طبعا هذا كل واحد حسب شو بيحب. هلا بداية رح ناخد الشرحات وبدنا ندقهم دقة خفيفة لحتى يطروا عنا بمطرقة اللحم ويرقوا شوي. إذا كانت مطرقة اللحم ما متوفرة فنحن فينا نستخدم أي معلقة خشب، يعني هي الفكرة من الدق. المهم إنه شوي تطرى اللحمة تمام لحتى تستوي معكم أسرع وتطلع دايبة أكتر. فبناخد شريحة اللحم بنحط تحتها هيك كيس نايلون، بنحطها هون، بنحط فوقها كمان كيس نايلون وبندق هيك لحتى تكون معنا كلياتها رقيقة وطرية. هدول كلهم رح ندقهم بنفس الطريقة. بعد ما دقينا الشرحات كلهم وصاروا طرايا وشوي رفاع ما كتير سماك، هلا بنجي للخطوة اللي كتير مهمة. بدنا نحط لهم ملح. شوي افتح على المكان الكبير، شي معلقة كبيرة ملح ومعلقة صغيرة فلفل أسود. ملح وفلفل أسود وبس، ماشي. ما بدنا أبدا تنويع كتير بالتوابل لحتى تاخدوا نكهة اللحمة الطيبة والأساسية. كثرة التوابل رح تنزع طعمة اللحمة. وأهم مكون رح نعمله إنه رح نحط خل أبيض، يعني تقريبا معلقة، معلقتين، 3 معالق. تمام، 3 معالق كبار خل. هلا بنخلطهم كتير منيح، بنخلطهم هيك مع التوابل كتير منيح، بإيديكم أفضل طبعا، وبنتركهم منقوعين. وهيك بعد ما خلطناهم كتير منيح هلا بنغطيهم وبنتركهم اقل شيء ساعتين. فيكم تتركون اكثر من ساعتين وبعدها بكونوا جاهزين للطبخ. هاي الخطوه كتير مهمه، لا تتخطوها، لاني النقع بالخل هو اللي رح يخلي معكم الشرحات تستوي بسرعه اول شغله، وثاني شغله تطلع كتير طريه وتدوب وما يطلع فيها هي التعليكه اللي انتم دائما عم او تجلد. هلا بعد ما تركناهم ساعتين بنجيب مقلايه بنحطها على النار ونحط مكعب كبير زبدة. بسم الله. طبعا يفضل الزبدة تكون حيواني، هو صحيا أفضل وهو نكهته طبعا أطيب بكتير. ومنبلش بنحط الشرحات لحتى ياخدوا لون من الطرفين. تمام، يعني احنا ما رح نسويهم استواء كامل بالزبدة، نحن بدنا اياهم ياخدوا لون من الطرفين فقط. هلا رح نتركهم بس 5 دقايق على كل طرف وبنقلبهم. شايفين هذا اللون الحلو؟ ايه هاد نحن يلي بدنا اياه. هلا بنتركهم 5 دقايق كمان على ثاني طرف وبكون اخذوا اللون كلياتهم. طبعا انا عملتهم على مرحلتين يعني ما ساعت معي المقلاية. فهلا بس خلصت هدول بحط الدفعة الثانية. وهيك بعد ما اللحمة كلها اخذت لون من كل الاطراف، شوفوا معي لون الاطراف، رح نشيلهم
وبنكون مجهزين ثوم. بدنا نهرس حوالي المعلقة الكبيرة من الثوم المهروس، وهي الزبدة نفسها هي اللي أخذت من نكهة اللحمة مع الزبدة، بس لحتى يدبل، ما بدنا كتير، بس لياخد من نكهة الزبدة ويدبل شوي. وبنرجع بنضيف فوقهم اللحمة ومي، وبنتركهم بقى يغلوا شغلة نص ساعة 35 دقيقة لتستوي معنا اللحمة تمام. هلا بعد ما اصفر الثوم رح ضيف مي، نضيف مي ومنرجع اللحمة. رح منحط كل كمية اللحمة ومنهدي النار وبنتركها تغلي وبنشوفها كل شوي، يعني كل ربع ساعة افتحوه، هو المفروض خلال نص ساعة تستوي. هلا حطيت كاستين مي تمام، وهلا رح خفف شوي النار، غطيها بالمقلاية واتركها. وهي بعد 45 دقيقة تمام اللحمة استوت ودابت وطلعت بتاخد العقل. هلا رح شيلهم شوي، يعني شوفوا مثل ما كنتم ملاحظين انه الصوص عندي كتير خفيف، فانا هلا بدنا نحط له اما طحين او نشا، يعني اي شيء يسمكه. وكخطوة اختيارية ممكن تحطوا فطر، نحن بنحب الفطر معه، فهلا بدي احط الفطر اول شيء وبعدها بتجهز النشا وحطه. هلا رح اضيف الفطر اول شيء، عندي هدول تقريبا 250 جرام فطر مغسولين. هلا لاني انا حاطه فطر معلبات فحطيته مباشره فوق الخليط، بس الفطر الفريش بدكم تقلبوه بشويه زبده على طرف قبل ما تحطوه هون لحتى يكون مستوي. وهلا رح نضيف ملح يعني بحدود المعلقه الصغيره لاني اللحمه مملحينه، وكمان رشه كتير صغيره فلفل اسود. نتركهم يغلوا مع بعضهم حوالي 5 دقايق 3 دقايق، ياخدوا من نكهة اللحمة ياخدوا من نكهة التوابل، وبنرجع اللحمة. هلا هون بعد ما تركنا الفطر شوي معه دوبت هون معلقة كبيرة نشا بشوية مي بحطها فوقهم. هاي الخطوة بس لحتى الخليط شوي يتقل لأني كتير حسيته صايت، فيكم تحطوا طحين. وهلا رح نرجع اللحمة لأني بقيلنا آخر خطوة اللي هي أهم نكهة بتعطيها اللي هو الليمون. عصرت على طرف ليمونتين، فهلأ بدي أحط نصهم ودوق وبعدها تكمل. هي يعني بدك بين الليمونة للليمونتين بحسب انتو قديش بتحبوا درجة الحموضة. ما بقي لنا غير نحط الليمون ونستناهم هيك يتعقدوا وندوق الحمض. إذا قليل بتزيدوا، وإذا حسيتوه شوي كتير فيكم تزيدوا مي. وهيك صارت الأكلة جاهزة للتقديم. قليت جنبها بطاطا، فيكم تعملوا جنبها بطاطا بوريه كمان بتطلع طيبة. وهي كانت الوصفة لليوم، وهي الطريقة بكل التفاصيل. أنا متأكدة بس جربتوها كتير رح تعجبكم إن شاء الله، رح تطلع طعمة كتير ظريفة وصحة يا رب وألف هنا، وانتظرونا بوصفات جديدة قريبا.